حبايبي ومتابعيني وحشتوني، وأكيد وحشتكم حكايات هندية. النهاردة هحكيلكم شوية حكايات في اللطايف والقطايف جميلة جدا. بما إننا في المطبخ أنا هحكيلكم حكايات عن أشهر الأكلات الشعبية في العالم. تفتكروا إيه أول أكلة؟ فكروا كده ثانية. أول أكلة معانا هي السوشي. السوشي ده ليه حكايتين، حكاية أسطورية عن خيالية وحكاية حقيقية. الأول هقولكوا الحكاية الأسطورية. ايه هي الحكاية الأسطورية الهندية؟ بيقولك يا سيدي، في واحدة ست كبيرة كانت بتحب الرز خالص خالص خالص، فراح كانت بتشيله من اللصوص. طب بتشيله فين الست دي؟ في أحشاء طائر العقاب. طب طائر العقاب ده بياكل ايه يا هندية؟ بياكل أسماك. طب ايه علاقة الرز بالسمك؟ هقول لكم يا سيدي. الست دي كانت بتخاف من على الرز انه يتسرق، فكانت بتشيله في أعشاش طائر العقاب، خايفة عليه يتسرق. ومع مرور الوقت الست دي راحت ايه للمكان اللي شايلة فيه الرز، لقيت الرز ان هو بدأ ايه يتخمر. بس لقيت ايه ان بقايا السمك بتاع طائر العقاب لسه محتفظ بحالته، يعني معفنش. ومن هنا اكتشفت ايه ان الرز بيحافظ على الاسماك من التعفن، ودقت الست دي لقيت طعمه ايه حلو. ومن هنا عرفنا ان هو الرز والسمك بيجي ايه سوشي. طيب ايه الحكاية التانية يا هندية؟ هقولك برضه يا سيدي، دي القصة الخرافية. طب القصة الحقيقية فين؟ بيقولك أصل السوشي يرجع إلى أنه تم إعداده للمرة الأولى في القرن التاسع. ازدادت شعبيته مع انتشار الديانة البوذية التي تحرم تناول اللحوم، حيث لجأ اليابانيون حينها لتناول الأسماك لتعويض نقص تناول البروتين، حيث عمل اليابانيون على جعل طبق سوشي متكامل ومكونة من الأرز المحمر والأسماك، لكن هذا الطبق كان متوفرا فقط لنخبة المجتمع في اليابان، وذلك حتى القرن الرابع عشر. الأكلة التانية ايه؟ أم علي. أم علي طبق شهير جدا عندنا في مصر. طب ايه قصة أم علي؟ يرجع قصة طبق أم علي إلى عز الدين أيبك، أول سلاطين المماليك بعد الأيوبيين، وهو زوج شجرة الدر الملقبة بعصمة الدين أم الخليل، التي تزوجته بسبب رفض مماليك بلاد الشام أن تتولى حكمهم ست. بعد ما اتجوزها عز الدين أيبك من شجرة الدر، طلق مراته الأولى أم علي وتبرأ من ابنه علي. بعد فترة قرر الزواج على مين؟ على شجرة الدر. راحت شجرة الدر قامت قتلته. لما سمعت أم علي بقتل أيبك عملت مكيدة لشجرة الدر وقتلتها، وراحت خلت ابنها علي ابن عز الدين أيبك سلطان. وبهذه المناسبة أمرت أم علي بخلط كل من الدقيق والسكر والمكسرات في طبق، إضافة إليه الحليب وتقديمها للناس، ودخل هذا الطبق الشهير إلى المنطقة العربية بشكل عام. تعرفوا إن البيتزا دي أكلة الفقراء؟ طب إزاي؟ هقولك إزاي. بيقولك يا سيدي إن البيتزا دي كانت أو خرجت من رحم الحصار والحرب. كانت مدينة نابولي الإيطالية تقع تحت الاحتلال اليوناني في القرن السادس قبل الميلاد. المدينة نابولي دي كانت ميناء بحري كبير جدا مليان بالفقراء، وهم بحثوا عن طريقة سهلة لإطعام هذا العدد من الفقراء، وكانت أقراص بيتزا من العجين بزيت الزيتون والجبنة والطماطم. وتطورت بقى دلوقتي نحط موتزاريلا، وهي الأصل هي كانت جبنة وطماطم وزيت زيتون، موتزاريلا وزيتون ومش عارف ايه وايه وايه. عرفتوا أكلة البيتزا ايه؟ أكلة الفقراء. دلوقتي أكلة الأغنياء طبعا. خلصنا من البيتزا ندخل على المحشي. المحشي ده عارف المصريين أيام العثمانيين كان اسمه الدولمة. طب كانوا بيحشوه ايه في وقتها؟ كان بيحشوه رز ولحمة مفرومة. طبعا المصريين اللحمة غالية دلوقتي، ومن زمان شالوا اللحمة وحطوا شوية بهارات. ويظل المحشي اسمه الدولمة في العراق وإيران، وبقي المحشي في مصر من الأكلات الرئيسية. وأي حد يجي مصر
لازم يدوق المحشي المصري. خلصنا من المحشي، ندخل على الفطير المشلتت. لو سألتكم أصل الفطير المشلتت يرجع لإيه هتقولولي إنه يرجع للفلاحين، لكن لأ، الفطير المشلتت بيرجع للفراعنة. الفراعنة كانوا يعرفوا الفطير؟ أيوه، الفراعنة كانوا بيحطوا الفطير قربانا للآلهة بتاعتهم في معابدهم، وكان بيحطوه على رأس إيه؟ جنب المتوفي. طب ليه؟ لأن هو كان بيجمع بين عناصر ذات قيمة كبيرة عندهم في وقتها. إيه هي العناصر دي؟ الدقيق والسمن والعسل. الأكلة الجاية اسمها بيسورو. طب إيه هو البيسورو يا هندية؟ البصارة يعني. البصارة دي أصلها فرعوني، اخترعها الفراعنة عشان يغيروا من شكل الفول التقليدي. بعد كده مزجوها، قامت إحدى السيدات بمزجها بالخضار حتى تثبت اللون الأخضر. ندخل بقى على رموش الست. رحلة رموش الست بتبدأ في الشام قبل ما تيجي مصر. بيرجع تسميتها في الأيام الحاكم برغر آغا حاكم طرابلس. عرف عن الحاكم برغر آغا أنه كان يقيم الكثير من الحفلات، وكان يحضرها كثير من النساء الجميلات والرجال ذات الطابع الفكاهي. وفي يوم عندما قدمت لهم الحلوى على يد أحد الخدم على شكل رموش العين، أعجب بها أحد الظرفاء من الحضور وطلب الحاكم أن يطلق عليها رموش الست. ندخل بقى على صوابع زينب. صوابع زينب بتتكون من الدقيق الأبيض والسميد والخميرة والسكر، وبتتشكل على هيئة أصابع. يقولك اختلفت الروايات التاريخية حول تاريخ ظهورها لأول مرة، بس الغلبة في الروايات دي الرواية اللي تتأكد إنها ظهرت أيام الظاهر بيبرس. يقولك بعد ما عاد منتصر من معركة عين جالوت بين المسلمين والمغول، أمر الطباخين بتحضير الحلوى وتوزيعها على الشعب. اتفاجئ بأن في حلوى على شكل أصابع صغيرة طعمها جميل جدا، فطلب إحضار كبير طباخين. كبير طباخين ارتبك وظن إن الحلوى ما عجبتش الحاكم، فسألوا الأصابع الحلوى دي بتاعت مين اللي عملها؟ فقال له إنها أصابع زينب الطباخة بالقصر. أمر الزاهر بيبرس بحضور زينب. الجميع كان يعتقد أنها تتعاقب، لكن أمر بيبرس بمكافأة لها، ومن يومها أصبحت تعرف تلك الحلوى بهذا الاسم قبل أن يتحول بالعامية المصرية إلى صوابع زينب. الكنافة نفا من الحلويات المهمة في مصر هي الكنافة. وبحسب بدأت رحلتها في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان، كانت تقدم له في رمضان كطعام للسحور تمنع عنه الجوع الذي كان يشعر به في النهار. كان معاوية يحب الطعام، فشكى إلى طبيبه من الجوع الذي يلقاه في الصيام، فوصف له الطبيب الكنافة تمنع عنه الجوع، فأعجب جدا بها وبدأ العامة في تناولها واعتمادها حلوى رسمية لشهر رمضان. أما القطايف كانت معروفة في مصر، فظهرت في أواخر العهد الأموي، حيث كان صناع الحلوى يتنافسون لتقديم أفضل ما لديهم للحاكم. فافتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها بشكل مزين على هيئة شجرة ليخطفها الحاكم وضيوفه، ومن هنا اشتق اسمها القطايف. نروح بقى للمنسف. المنسف دي من أشهر الوجبات بدية الشام. فين بدية الشام دي؟ بين سوريا والعراق والأردن وفلسطين. الأردنيين يعتبر أشهر بهذه الوجبة دي، ويعتبر الطبق الوطني في الأردن، ويرتبط بالثقافة الأردنية ارتباطا وثيقا. المنسف بيتميز عن باقي أنواع الطبخ العربية باستخدام لبن الرايب الذي يصنع من الحليب، وبيرتبط المنسف ارتباطا وثيقا بعادات بدية الشام. يحضر دائما في جميع المناسبات، الأفراح والولائم حتى العزاء، ويعتبر طريقة أكله بالأيدي أهمية خاصة في هذه المناطق. الكسكسي أكلة مشهورة جدا في جميع دول المغرب العربي وخاصة تونس. يرجع أصل كلمة الكسكسي إلى اللغة الأمازيغية. طب بنعملها ازاي الكسكسي ده؟ نجيب دقيق ونحط عليه مية قليلة خالص كده لغاية ما يتبس بكرات صغيرة، تحط عليه سكر، تحط عليه شوربة ولحمة. ليه كذا طريقة إنه تعمل بيها. الباجة. ايه هي الباجة يا هندية؟ هي أكلة شعبية في العراق مشهورة جدا، بياكلوها في الشتاء. طب ليه بياكلوها في الشتاء؟ لأن فيها قيمة غذائية عالية جدا. طب ايه تاني أكلات عراقية هندية مشهورة؟ المكسوف أو المسكوف العراقي.
الطبق ده مشهور جدا في العراق. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من سمك مشوي بيكون طازة جاي من النهر، بنشقه من الظهر وننضفه وننضفه ونغرز الجلد بتاع السمكة غرزتين أو 3. البليلة، تعرفوا إن البليلة أصلها فرنسي؟ إزاي؟ أصل كلمة البليلة بلي أو ليه، قمح مع لبن، احنا بقى اختصرناها لسه هنقول بلي أو ليه قلنا بليلة. الملوخية، أنا قلت لكم قبل كده عن حكاية الملوخية، هقولها لكم تاني. الملوخية نبات أخضر كان بيتزرع على ضفاف النيل أيام الهكسوس. الهكسوس كانوا بيعتبروه أكلة سامة، عشان كده كانوا بيأكلوها المصريين، بس المفاجأة إن المصريين كانوا ياكلوها ما يموتوش. في رواية تانية للملوخية، إن الملوخية كانت أيام الحاكم بأمر الله كانت بطن بتوجعه، فوصف ليه الطبيب إن هو ياكل ملوخية لأنها تحتوي على عناصر مفيدة جدا للجسم. وقلت لكم قبل كده على الكشري، هقول لكم برضه حكاية الكشري. الكشري ده كان أصله هندي، كان بيتعمل رز وعدس. طب ايه جاب الكشري مصري هندية؟ جه مع قوات الكلومنونز اللي كان فيهم الهنود، فانتقلت بقى من حي لحي في مصر لغاية ما وصلت لحي كان فيه الإيطاليين. الإيطاليين طبعا حطوا التاتش بتاعهم اللي هو المكرونة، فبقت رز وعدس ومكرونة. طب احنا نسكت؟ لا والنبي ما نسكت، نحط احنا بصل ونحط الصلصة ونحط التوابل بتاعتنا بقى، بنعلم على كل حاجة احنا.